السلام عليكم. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ للناس بقى اللي بتقول ان مناسبات المصريين كلها اكل، وخصوصا لما يبقى فيه ميت وكده. دي صينية ميت، تمام، والاكل اللي شفتوه ده كله هيتحط على الصينية. بس هو بيتحط الهدف ان بيبقى فيه ناس جاية من سفر بعيد، بيبقى فيه ناس جاية من شغل بتبقى مفطرتش مثلا، على بال ما توصل مثلا المكان اللي فيه الميت بنبقى آخر النهار. فمن الطبيعي مش بيبقى بيت الميت اللي بيطلع أكل، لا، الناس اللي حواليه، جيرانه، قرايبه، من الدرجة التانية، آه، الناس اللي حواليه بيقدموا أكل عشان خاطر ايه؟ الناس اللي جاية من بعيد. للناس اللي بتقول انه مناسبات المصريين كلها أكل، لا والله العظيم أبدا. بيبقى رأفة بس بحال الناس، مش أكتر، اللي هم عندهم المتوفي. وفي نفس الوقت آه، ده واجب، ده واجب، وخصوصا في الأرياف. طبعا هنا ابتدينا نجهز الصينية، هنا هنحط اللحمة. طبعا أنا مرضتش أغرف الأكل عشان خاطر يفضل سخن. التانية شوربة وطبيخ، دي مكرونة. والطبق اللي في النص ده عيش، طبعا برتقال. هنا هنحط السلطة، ده رز. وحطينا كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، والمعالق، ومخلل، وهنعمل شاي، وهنجيب شيبسي كمان. طبعا مش شيبسي بتاع المقاطعة، لا،